هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده نتكلم فيديو جديد. بس اول حاجه متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. النهارده انا حابه اتكلم في الموضوع ده قوي عشان بشوفه كتير قوي يعني، وبيحصل وبنسمع قصص كتير. فكره ان انا بقول انا شخص عادي جماعي جدا، انا شخص اجتماعي قوي. انا مش بقول مش منبقاش اجتماعيين، انا بقول ان في ناس بتقول انا شخص اجتماعي واول ما بشوف حد بقعد احكي معاه بقى واتكلم واحكي له كل حياتي. هو اصلا مش المفروض كده. هو اصلا لا، هو مش المفروض اصلا تبقي انت مبسوطه وانت بتعملي كده وبتقولي كده. ليه؟ عشان انا الشخص اللي بحكي معاه، اللي انا لسه قاعده معاه، انا معرفش هو اصلا كويس من جواه ولا لا. انا معرفش هو بعد كده لما يعرفني اكتر هيحبني ولا هياخد جنب مني، بس انا ابقى حكيت له كل حاجه عني. لو في شخص عايز يستخدم كل حاجه ضدي هيعرف يستخدمها. في شخص عايز يأذيني في معلومات انا قلتها، في كلام يخصني، في اسرار مثلا في بيتي، كل الحاجات دي مش المفروض حد يعرفها. تقوليش طب ماشي ده شخص لسه عارفاه فمش هحكي له كل حاجه. طب وصاحبتك اللي بتحكي لها كل حاجه 24 ساعه وتقول بقى احنا بنعمل نصيب تودينا ورا الشمس والكلام ده كله؟ لا، لا برضو مش المفروض. ليه؟ ان انا صاحبتي دي لما تكون هي بتحبني وتمام ما عندناش اي مشاكل، حلو. صاحبتي تانية، صاحبتها تانية برضو مش بتحبني، او هي مش شايفاني ان انا احسن منها، او بتغير مني او ايا كان، ما فيش قبول بينا يعني ابسط حاجة. فتيجي تسمعنا مثلا بنتكلم في حوار صعب، شافت مثلا شات ليا مع صاحبتي وريتهولها من غير قصد عادي، فشافتك وانتي بتحكي في موضوع، تاخد السكرينات، تاخد الموضوع ده ضدك. واظن ان احنا بنسمع كتير قوي قوي قصص بكده، صاحبتها غدرت بيها، صاحبتها مش عارفه عملت ايه. مش بس صاحبتي، اي حد، اي ناس معايا في الشغل، اي ناس معايا في الدراسه، اي ناس معايا عموما. انا بحب اعمل علاقات وابقى شخص اجتماعي جدا، بس انا ما بحبش ان كل الناس تعرف انا بعمل ايه. وده مبدأ لازم نخليه في حياتنا. عادي يبقى شخص غامض شويه، ايه يعني الناس تقولك انتي ما بتقوليش، انتي مش وايه يعني ما بقولش ايه يعني؟ طب انا لو قلت اغلب الحاجات اللي بنقولها اصلا ولسه ما عملناهاش ما بتحصلش. ده بجد. يعني اغلب الحاجات اللي بنقولها اساسا ما بتحصلش عشان في كذا حد سمع الموضوع وخلاص دماغي كمان بتصدق ان انا عملت الحاجه دي. لو انا لسه هعمل حاجه معينه وبقولها لكل اللي حواليا ومبسوطه قوي ان انا هعملها، ما بتحصلش. وبيتقلب على الموضوع ده يعني بيبقى بحزن اكتر من الحاجه اللي كانت هتبسطني بيه. فالمفروض انا ما اقولش لكل اللي حواليا على حياتي، ببقى كتاب مفتوح، ببقى مفيش حتى حد عايز يدخل لسه يعرفني. انا اصلا مش مديه اصلا اللي هو يعرفني ولا ما يعرفنيش، انا اصلا كده كده قايله كل حاجه. يعني لو عايز تعرف اي حاجه عني اسال صحابي او اسال الناس اللي حواليا. مش المفروض. انا ليا خصوصيات وليا حاجات مش المفروض خالص اشاركها مع حد خالص، لان لو شخص استخدمها ضدك انت هتضيع، او انت هتضيعي. وكولد برضو، يعني لو ولد برضو بيشوف الفيديو، انا بقولك مش المفروض اي حاجه نقعد كده قاعده على القهوه. بصي يا شباب بقى، انا البنت دي هي دي البنت اللي انا هخطبها، ولا لسه مخطبتهاش ولا اتكلمت عليها ولا اعرفها. بصي يا جماعه دي المكان اللي هروح اشتغل فيه. بصي يا جماعه انا مش عارفه هعمل ايه. بص يا جماعه، بيبوظ. كل حاجه بتبوظ، وصحابك هيتريقوا عليك وهيخلوك متعملوش الحاجه ديت ومش هتكمل. فخلي فيه شويه خصوصيه، اللي هو في رجوله كده. انا بغير على الحاجات اللي مينفعش حد يعرفها. مش اي حد كده يبقى قاعد بيهزر معايا مثلا باسم البنت اللي انا هخطبها، او باسم البنت اللي انا هتجوزها، او باسم البنت اللي انا بكلمها. مش المفروض. فما تبقاش يعني عادي، ايه يعني صحابي بيهزر؟ طب لو اتكلمت معاهم هيزعلوا، ما يزعلوا بجد، ما يزعلوا. ايه هيجوا بعد كده يقولك انت بتفاجئنا بالحاجه ليه؟ انت بتفاجئنا ان انت اشتغلت في شغلانه جديده؟ انت بتفاجئنا ليه ان انت بتنجح وبقيت احسن مننا واحنا لسه زي ما احنا؟ هو ده اللي هيحصل. فايه يعني هيزعلوا؟ ايه يعني هينفعوك؟ نيفر. كمان لما بنقعد نتكلم مع اصحابنا والناس اللي حوالينا، ايا كان بقى مين الناس، نعرفهم، قرايبنا، صحابنا، يا جماعه انا هعمل كذا، يا جماعه انا هعمل كذا، واقعد احكي كل اللي حواليا واوريهم انا هعمل ايه. يا جماعه انا هسافر مثلا، فاقعد اوريهم بقى ان انا هسافر واللبس والشنط والاكل وكل حاجه. لا،
لما اسافر يبقى الناس يتفاجئوا بالصور بتاعتي لو انا هنزل صور. ما سافرتش خلاص تمام انا قاعده. كنت هسافر والسفريه مثلا باظت، عشان كمان الناس ما تقولش عليا ان انا بكذب، او ان انا مثلا بقول حوارات وخلاص، اللي هو ممكن اقول موضوع واصلا يفكس ويبوظ، او الناس بقى تفتكر ان انا ايه بكذب عليه. طب وليه؟ لما اطلع واسافر ولا لما اتقدم في شغل معين واتقبل ابقى اقول. لكن ما اقولش مثلا ان انا بجهز لحاجه كبيره قوي او هدخل في حاجه كبيره قوي وانا لسه ما دخلتهاش، لسه بس على الاول. فحط في دماغك ان مش كل الناس نيتها كويسه بالنسبه لي. ما نحطش السوء طبعا في نيتنا الاول، وان الشخصيات كل الناس بتكرهني وكل الناس عايزالي السوء في حياتي. لا مش بقول كده، بس اتوقع اي حاجه من اي حد دلوقتي. يعني ياما قصص بنقراها وحاجات بنشوفها كل يوم بتقول ان انا ما ينفعش اقول الحاجات اللي في حياتي عشان بنضيع، وبالذات بقى مع البنات. فبتحكيش بجد. ممكن صاحبتي النهارده بعد 10 سنين يعني اعرف ان هي مينفعش تبقى صاحبتي. انا حكي لها كل حاجه. لو هي مش امينه هتقول كل اللي انت قلتيه وهتستعمله ضدك وتوديكي يعني كده اهو. فليه من الاول احكي في حاجات عاديه ينفع اي حد لما يعرفها ما تودينيش في اي مشكله؟ حط دايما في دماغك كده، انا هحكي سر، انا هحكي حاجه تخص البيت، انا هحكي حاجه عن اهلي لو هما مضايقيني. طب لما اروح احكي عنهم، طب بعد كده اخلي صاحبتي دي تقول لي ده انت بتعملي كده، ده انت بتعملي كده مثلا من ورا اهلك، انت بتعملي كده، انت بتكرهي اهلك، انت مثلا مش عارفه. لا ما ينفعش. فاتعلمي ان الحاجات اللي انا ينفع اقولها للناس كلها فعادي لو قلتها لشله او قلتها لاصحابي انا ما عليش اي مشكله ولا اي خطر. لكن لو انت هتقولي حاجه عارفه ان لو حد تاني عرفها ممكن اروح في مشكله، ما تقولهاش. وقبل ما تتكلمي عموما فكري 5 دقايق قبل ما تتكلمي، او 5 ثواني كده، اللي هو هتلاقي مخك كده على طول اول ما بتقولي انا هفكر تلاقي نفسك سكتي ما بتقوليش الحاجه دي. وجربيها وتعالي قولي لي. يعني انت كده تعالي جربي. انا كنت هقول حاجه كده بعد كده ايه ده انت سكتي ليه؟ خلاص نسيت. يعني مش كل الاوقات بنبقى نسينا، احنا بيبقى مخنا بس ادرك ان احنا لازم نسكت دلوقتي. ده كل اللي كنت عايزه اقوله النهارده، ان مش اي حاجه احنا بنقولها ومش اي حاجه نقولها لكل الناس حوالينا. وما ننبسطش ان احنا لما بنتعرف على اول ناس في اول قعده بنحكي لهم كل حاجه عن حياتنا، ممكن هم حياتهم كتاب مقفول. وكده فكري كده مع نفسك كم مره كنت بتقعدي انت اللي تحكي 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 على كل حاجه في حياتك، وصاحبتك مجرد ان هي بتسمعك بس مش بتحكي اي حاجه. مش عشان هي مش بتكرهك او عشان هي مش واثقه فيكي، او مش المفروض لما ابقى واثقه فيكي احكيلك على كل حاجه تخصني في حياتي. لا ده مش مبدأ وده مش الصح. ففكري كده كم مره انت اللي بتعملي تحكي، انت اللي بتقعدي في الشله كلها، انت اللي بتتكلمي على كل حاجه تخصك، عشان ما يبقاش بس كل الناس ساكته وانت مش قادره تسكتي زيهم. فمش كل حاجه بنقولها. اتعلمي مين تحكي له ومين ما تحكيلوش. الحاجات الخاصه قوي ما اقولهاش لاي حد في حياتي، عشان لو استخدم الحاجه دي ضدك انت بس اللي هتتضري. ربي يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد.